وبعدين علاش أصلا صارت عندك المضاربة؟ لأنهم احتكروا الاستيراد، لأن الاستيراد محتكر، لأن الناس اللي عاطينهم الحق في الاستيراد كل واحد وراه جنرال أو 2 أو 3 يدعموا من الخلف باش ينهبوا بلا حدود، يدوا الدينار بسعر البنك، نظن راه الآن 145 دينار ولا 146 دينار للأورو، بصح هو كي يجي يبيع يحسبوا بسعر السوق 22.50. فأصلا ما بين سعر البنك وسعر السوق كاين اللي راه أصبحوا ديزارشي ملياردير بلا ما يدير تجارة. ناهيك على التجارة من بعد الاحتكار، المنع نتاع الاستيراد اللي كان يجب تنظيمه، مش منع الناس من الاستيراد، ماهوش إعطاء الاستيراد لمجموعة وأسماء معينة.